عارف انت المشهد اللي بتلاقي فيه الممثل واقف بيقول لك انا لو وقعت مش هقع لوحدي؟ انا للاسف وقعت لوحدي. عايزك تتخيل شخص عنده شركه صغيره وملهوش دعوه بحد ولا له دعوه بكل المغريات اللي بتدور حواليه، لا عمره غش في معلومه قالها ولا قبل على غيره غير اللي كان بيقبله على نفسه، وكان في عز الازمات راضي ومبسوط وبيضحك وبيكمل، وفجاه رايح شركته في يوم من الايام لقى المبنى كله اتهد وتحول قدامه لكوم التراب فوق بعض، والناس حواليه بتطبطب عليه وبتقول له عوضك على الله، وهو واقف مصدوم ومن صدمته كان رد فعله السكات. ده اللي حصل معايا بالظبط، وشركتي هي صفحاتي سواء على الفيس او الانستا للاسف اتحولوا لكوم التراب فوق بعض. انا مش عارف ابدا منين ولا احكي اقول ايه، بس انا هفضل انشر واعيد في الفيديو ده اكتر من مره لحد اما اتاكد انه وصل لكل الناس قدر المستطاع، فما تتضايقش مني لو شفت الفيديو متكرر قدام. ماليش هدف في التكرار غير اني متأيد في الوصول هنا كمان، وكاني تأبط شرا هذا الزمان. يوم وقفه العيد فتحت لايف وقلت لكم كل سنه وانتم طيبين، وقفلت بعدها مباشره. بعدها بدقايق صفحة الصومعة على المنصة الزرقاء بعد ما وصلت ل 2,700,000 للأسف اتقفل، وحتى حساب الانستا بعد ما وصل ل 199,000 برضه هو كمان اتقفل، والخلاصة حصل لهم هاك وانتهاك واغلاق، وفي لمح البصر خسرت كل حاجه. وده ممكن يحصل مع اي صانع محتوى بقاله سنين وعنده كمان ملايين المتابعين، والسبب بمنتهى البساطه في كل اللي حصل لي والله العظيم هيضحككم زي ما ضحكني بعد ما صدمني. انتهاكات عشوائيه اتسبب في تسريب بعض البيانات عند الشركات الكبيره، واخبط راسك في الحيط ولو مش عاجبك ما تشتغلش. لك ان تتخيل من سنه 2018 لحد النهارده وشركتي كان كل يوم بتكبر بثقه وحب واحترام. لا عمري قبلت قرش حرام في صوره اعلان مضلل، ولا حتى بصيت على غيري وقلت اشمعنى، ولا عمري طلعت لايف وقلت حاجه لله او حوت اعور او اسد اعرج، ولا عمري كان ليا مشاكل ولا حتى عداوه مع اي حد. ويشهد الله اني راعيت ربنا قدر المستطاع في كل اللي انا قدمته ليكم على مدار كل السنين اللي فاتت. كنت كل فيديو ببدا بالصلاه على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب عشان خاطر الحسنات تمسح سيئات، وكنت كل فيديو برضو بطلب منكم تترحموا على امي عشان مش حابب اي حد يقول الست دي ما عرفتش تربي. ومؤخرا بقينا بندعي لاخويا بالرحمه اللي كان له فضل عليا وكان اخر خيط يجمعني بكل ما هو حلو في حياتي. بيانات عشوائيه اتسربت، واحد المخترقين بنفس الاسم اللي انتوا شايفينه قدامكم قال ايه ان هو مع الحساب بتاعي وعمل حاجات اغضبت المنصه ويعتبروه ان هو منتهك، فبدل ما ينتهكوه انتهكوني انا، وعملوا اغلاق للحسابات لمده 180 يوم لحد ما اقدم طعن. لكن المضحك في الموضوع ان ما عنديش صلاحيه تقديم طعن من اساس، لان بمنتهى البساطه حساب الانستا مربوط بالحساب بتاع المنصه الزرقاء اللي هو البيزنس اكونت، اللي هي كمان لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله اتهاكت من نفس الحساب ونفس الاسباب وحصل لها نفس الاغلاق. فعشان اصلح حساب الانستا لازم افكه من الارتباط اللي هو على المنصه الزرقاء، والمنصه الزرقاء واخده اغلاق هي كمان، فلا عارف افك ارتباط الانستا ولا عارف افك ارتباط الهاك ولا عارف حتى افك ارتباطي بالمتهاك ده. والمفروض ان الحل في تقديم طعن، لكن في الواقع مفيش مكان ولا خانه تقدر تقدم فيها الطعن، لا في استرجاع ولا طعن ولا حتى نور متشاف من الاساس، وفي لمح البصر كله اتهد. كل فيديو، كل اعلان، كل منشور، كل فرحه، كل حزن، كل حاجه انا شاركتها معاكم على مدار كل السنين اللي فاتت دي حرفيا اتمحت وكانها لم تكن موجوده من الاساس. انا عمري ما زعلت ولا هزعل على اي حاجه ربنا كتبه عليا، لان اللي ربنا كتبه عليا ونفذه عليا هو خير حتى لو ما كانش معلوم ليا في الوقت الحالي. صحيح انا كويس والحمد لله ولسه واقف على رجليا وربنا هيديمها نعمه، اللهم امين يا رب العالمين، لكن واقف قلبك بيترعش واعصابك بتترعش وبتقول هبدا منين. كل ضربه مرزبه بتنزل على دماغك بتكتم الوجع عشان ما ينفعش تبان انك موجوع او حتى متلطش او ضعيف، مع انك بشر عادي يعني. وبرغم كل ده لكن حتى لو فيك ايه حرفيا انت ما ينفعش تفضل واقف محلك سر، لازم تكمل، لان الحياه ما فيهاش لا راحه ولا حتى هتستنى. لذلك قررت ان انا هبدا من جديد ومش هستسلم وهقف على رجلي من تاني. عشان كده لو قررت تدعمني هتلاقي صفحتي الجديده زي ما انت شايف قدامك، سواء على المنصه الزرقاء او الانستا او المنصه الحمراء، كلهم بيجمعوا نفس الاسم اللي كلنا اتجمعنا بيه من اول يوم، وانا متاكد ان شاء الله ربنا هيعوضني بالاحسن. وهستناكم تدعموني بكل اللي تقدروا عليه سواء على المنصه الزرقاء او الانستا او المنصه الحمراء، وخلوا بالكم من اسراركم، وخلوا بالكم من حياتكم، وخلوا بالكم من اكلكم، وخلوا بالكم كمان عشان حياتنا كلها حرفيا متهاك. اسف لو نكدت عليكم، ولكن قلت جايز لما احكي اللي حصل معايا يتخفف من على قلب الاثر. صحيح للاسف غصب عني قلبي حزين ومكسور وحاسس ان انا فعلا
وانتهيت. لكن والله نفسي راضيه ومتقبله كل شيء، ولكن ادميتنا وبشريتنا هي اللي بتخلينا نزعل ونحزن. فكره صعبه انك تبدا من اول وجديد، وتبدا من الصفر، وتبدا بعد كل اللي انت عملته على مدار السنين. وانا حقيقي مش عارف هبدا ازاي، لكن على الاقل بما ان مفيش اي حاجه دلوقتي ليا موجوده على المنصات الزرقاء والحمراء والانستا، فاتوقع ان انا هعيد نشر كل الفيديوهات من زمان لحد النهارده. بس على الاقل هحاول اعمل لها اعاده تعديل او تاتش جديد او اي حاجه تدي فيها نوع من انواع التغيير. ما تنسوش تدوروا على الصومعه الجديده، هتلاقوني هنا او هنا او هنا، لان وجودكم حرفيا هو الاهم بالنسبه لي. فتكم بعافيه من غير هاك او انتهاك او خساره ذكريات او احباب. ساذج.